قالت انا غنيت الحمام يطير اللي تلفتي وكيسمعوها كيقولوا ديالنا ديال عروسي. الحمام يطير راه هو هذا شخصيا. عمرك تعرضتي للتسمم؟ لين تسمع انسان بغاو يضروك في صحتك تمرض. مالك مع عبد الله الداودي؟ انا كنحترم والدي، ربوني على الاحترام وكتعلى العين حتى كتعلى وكيجي الحاجه فوق مني. وليد عمرك قطعتي رزق شي واحد؟ ما نقدرش والله ما نقدر. ماشي عيب اليوم اسم وليد الرحماني كيتذكر في كباريات؟ نوع الكباريات اللي كيتذكر فيهم. شنو اصعب ظرف وقع لك في هذا البريود اللي خربقك؟ كنعاود لك لا تجيني البكيه عادي انا كنت وليد. كاري في السطح صاحبي، ساكن في السطح، عندي بيت سادو غا بخامين. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم المغربي واش بصح. ضيف حلقتي اليوم الفنان والمتألق الفنان الشعبي وليد الرحماني. مرحبا بك وليد. ترحب بك الجنة، مساء الخير كاع الناس اللي كيشوفونا. نتمنوا دوزوا معنا حلقة تعرفوا فيها وليد الرحماني عن قرب. عن قرب. وليد أنا كنعرفك كصديق، اليوم غادي نحاول نحاورك، نحاول نبينوا وليد الرحماني الفنان الشعبي كيفاش بدا، العقبات اللي كانوا فيها خلال البرنامج ديالنا وخلال الحلقة معك. مستعد وليد؟ أنا معاك، اللي سولتي غنجاوبك وغنجاوبك من قلبي. سؤال اللي كنسول دائما الضيوف ديالي اللي خلال هذا البرنامج هو كيداير النفسية وليد في ظل هاد الميزاجور ديال الناس 2025؟ شوف النفسية أنا الحمد لله ربي رزقني بواحد الكاريزما اللي صعيب تأثر فيا شي حاجة، إلا كانت من الناس اللي قراب ليا. ما الناس اللي كتلاقيني بهم غير الظروف ما كتأثر فيا حتى شي حاجة الحمد لله. بديت من واللي زوين هو تكون جاي من الزيرو، وانا جيت من الزيرو، دونك ما عمرك كتبقى تخاف منه. كيفاش ما كتبقاش تخاف منه، ما تبقاش تخاف من الحياة، لأن كاع داكشي اللي ممكن تجيبوا لك الحياة انت اصلا دوزتيه في الصغر. دونك هادشي اللي كنعيشو دابا فضل من سيدي ربي، واي حاجه تجي يعني كفس من هادشي اللي كنعيشو عندي عادي، لانني جيت من التحت. عارف يعني كتقول جيتي من التحت، يعني جيت قاري الحياه والزمان وتكرفصت. بديت من الزيرو هي كلمه كاين البعض اللي كيصطنعها باش يبين لا كارير ديالو، وكاين البعض اللي فعلا عاشها. وليد الرحماني عاش فعلا، بدا من الزيرو، بدا من عاود لي التجربه من قالوا لك كيقولوا لك هما بدينا من الزيرو، انا جيت من تحت من الزيرو، ولكن شي حاجه ناقص صفر درجه جيت ناقص درجه ولا جوج. نبغي نعرف انا والمشاهدين وليد اليوم نجم، وليد اليوم فنان اللي بصم البصمه ديالو، الناس كتعرف الاغاني ديالو، كتوقف في الشارع تصور معاه. ولكن راه مورا واحد وليد كاين وليد اخر ضرب تماره. اليوم بغينا نعرف وليد ديال تماره. وشوف وليد ديال تماره بعدا باش نبداو من الاول. انا تزاديت في واحد المنطقه صعيب باش تخرج منها ودير سميه. شنو هي المنطقه؟ انا كبرت في صخور حامله. ما عندناش حتى شي حاجه اللي غتعاونك باش انك تبرز الموهبه ديالك. ما كاينش دار شباب، ما كاينش معهد، ما كاين والو. وحتى القرايه كتوصل لواحد النيفو خصك تمشي لمراكش باش تكمل. لحسن الحظ هاد المشيه اللي مشيت لمراكش هي اللي لعبت الدور. مشيتي لمراكش. وليد كيفاش كان كيعيش في صخور الحامله مع الناس، اجواء شنو كانت الخدمه ديالو في صخور الحامله؟ انا كنت كنقرا في صخور حامله، غادي كنغني، جاي كنغني، الناس كتشوف واحد الوليد صغير صوته زوين، غادي مدفون في واحد القنت، ولكن ما كانش عرس العائله كنغني وهذا، لانني بديت وانا صغير، 6 سنين انا هاز الميكرو كنغني، 7 سنين خدام مع الفرقه ديال الحومه. دونك كيشوفوني الناس يقولوا هاد الوليد تبارك الله غادي يكون زوين. هاد الضربه اللي كتبان اللي ربما كيربطوا الناس الجبهه ديالي، عندي واحد الضربه صغيره، السبب ديالها هو الغناء، هو صوتي. شنو عاودنا القصه؟ لانني كنت احنا عندنا يعني الفيلاج صغير فين كبرت انايا، كاع كتعرف هذا يعرف هذا. وكانت الوالده في العشيه كتسخرني نمشي عند الوالد كيشتغل في المقهى، كنمشي عنده اللي خاصها شي حاجه للدار. كان الوالد ديالك كان عنده مقهى، كان كيشتغل في المقهى، ماشي هو صاحب المقهى، مي كيشتغل فيها. كنوجه ليه تحيه، كتربطني علاقه زوينه بيني وبين الاب ديالي، لانه بحال صاحبي. كنعيط له غير العالمي، ما كنقولش له الوالد. حنا جايين الوالد ديالك فعلا. جاي وكنغني
ولقيت واحد السيد عنده واحد الجرده كتقطعها باش تمشي للفيلاج فين كاين الوالد، جاي وكنغنيو واحد السيد جالس وكان في واحد الحاله ماشي هي هذيك، وقال لي والو تغني ليا، وانا جلست حداه في الكرسي د الجرده، خليته حتى غفل، بغيت نقز من فوق الكرسي باش نهرب وطحت هي باش ضربت هاد الضربه اللي ربما كيردوا لها الناس البال. طحتي دمايات الروينه على قبل باش نغني ليه، انا ما كان كيبغيو الصوت ديالك. وي ومن بعد صافي هكا وغادا وكتكبر الموهبه. هذا جات الوقيته اللي راك عارف في المنطقه اللي صغيره في صغور حامله الوالدين كيشوفوا الا بغيتي تعتق راسك باش هذا خصك تقرا. كيشوفوا ولدنا الوالدين كيامنوا شي حاجه سميتها غتغني ولا فنان. فين وقفتي في القرايه وليد؟ انا وقفت في الباك ولكن درت عامين خديت الدبلوم ابخي درت، ولكن كتبقى داك الشغف ديال راه عندي موهبه خصني نتبعها ديما كيكون باش نكمل لك فين وقفت. من بعد مشيت لمراكش ودرت ليتيه تما وقريت عامين خديت الدبلوم ديال شيف كويزيني درت الفندقه. ما شاء الله. هذه هي فين غيكون التحول ديال الوالد الرحمن. انا مشيت لمراكش باش نقرا وكالي مع الدراري وكناخذ جوج طوبيسات باش كنوصل. كي كانت الحاله العائليه؟ ماشي الارض ماشي ما بين وبين الحمد لله عايشين نهار بنهار وما يعمر والديا ما عطاوني باش نكري في مراكش مع الدراري. وهذا كنت كنخرج من ليتيه مع الوحده كنطلع لشيكار خاوي كنبدل هذاك الكوستيم، راك عارف ليتيه كتقرا في الكوستيم، وكنلبس حوايج عاديين وكندبر على راسي وسط من المحطه ضارب مع هذا كتبريكولي في المحطه. اللي عاوني هو كما قلت لك الوالد كيشتغل في المقهى، كاع الحافلات كيدوزوا من صخور حامله، دونك كنعرف بزاف ديال اصحاب الحافلات ولا اللي خدامين فيهم كانوا كيتعاونوا معايا. كنصور كنخلص الكرا ديالي وكنخلص الترونسبور باش كنمشي للمدرسه وباش عايش. وهذا ولا شاط لي شي حاجه كنصيفط للوالديه هاز راسك براسي وكنصيفط للوالديه لا شاط لي شي حاجه. ابخي انا ما الحمد لله كيعرفوا الناس اللي قراب مني ما عمرني هزيت شي بليه الحمد لله. هذا مفضل سيدي راجع لتربيه الوالدين اللهم لك الحمد. الحمد لله. كانت عندنا الوالده صعيبه بعدا امبوسيبل تفكر دير شي حاجه اللي غتشدك غتسهلي لك عصا الوالده دابا بعدا كان راجل كذاك الا غوتات سالينا جمع. انا دابا كنعاود لك بالتفاصيل ماشي مشكل. كنت كنخدم وكنخلص على راسي وهذا وميمتو اللحظه اللي غيتبدل فيها الكارير ديالي هو نهار غيعرضوا عليا الدراري باش نمشي معهم لواحد الريستو. قبل ما اللحظه كنتي كتحس وانت صغير انه غيجي واحد النهار غتوصل لهذا الشيء؟ كان امن به من نهار اللي نشوف من نهار اللي كانت واحد الاحساس كنت واحد شوف كنت كنامن براسي انني انا غنكون شي حد اللي واصل في المجتمع واللي عنده سميه في هذا المجتمع بصوتي ماشي بشي حاجه اخرى، لانني كنت كنشوف عندي شي حاجه اللي انت كتبدا تكتشف هاد الحوايج ملي كيبدا يقول لك الاول واو الثاني واو الثالث واو كتبدا صافي كتربى فيك. لا واخا انه الانسان معظم الناس عندهم اصوات يعني وما لا كاين اللي عندهم اصوات ولكن اللي يكون كاين احنا جايين لهاد الموضوع الاصوات ولكن كاين اللي كيكون عنده صوت ولكن كيكون مزيج بواحد الاحساس بحال كيقول لك اصبر راه كاين واحد الوصل غتوصل لواحد البلاصه. كان عندك هذاك الاحساس؟ كان عندي هذا الاحساس. انتقلتي لمراكش عرضوا عليك الدراري؟ مشيت كنقرا وكنخدم في مراكش في اوميمتو. النهار اللي غيتبدل قلتي عرضوا عليك الدراري؟ عرضوا عليا الشباب مشيت معاهم للريستو تعشينا كيدير شي بلياره دارها عطاوني الميكرو غنيت. هذاك المغني اللي كان تماك خدم عندي الرقم ديالي على اساس الا كان مريض ولا شي حاجه غيعيط ليا نجي نربلاصي. هادشي اللي كنقول لك مع 11 ونص ديالي خدم عندي النمره مع 11 ونص عيط ليا مع 3 الليل قال لي عندي واحد المحل كنغني فيه من 4 ل 5 تمشي لي انا ما فاهم والو ما عمرني شفت هذاك لا واش انا ندخل نولي نغني مشيت بالكومبلي باش كنقرا لبستو قلت له اوكي شتي طاكسي قلت لي بلاصه فلانيه داني بهذاك الكومبلي باش كنقرا دخلت غنيت هذيك النمره. داز الامور زوينه. عيطوا لي من بعد الصباح عيط لي قال لي راه جبتي الدراري وقعدوا لي عليك واش انت ديجا كتخدم؟ قلت له اول مره كنغني في الحفلات عادي بيناتنا مع الجوق ديالنا ديال الحومه ديالنا ولكن راه مراكش هذه
بالعربيه ان بواد دو نوي غتمشي اول مره تدخل لعيب الدواء وبعدا تبقى تدور غير عينك صح والناس سي غير كنعاود لك دابا لا فيريتي كنعاود لك من قلبي وليد حنا كنسمعوا غنيت تخيل انت كتمشي وغادي لمراكش على لوبجيكتيف ديال باش تقرا باش تخدم بواحد 4000 درهم ولا 5000 درهم غيعطيوك 3000 درهم في هذيك الوقيته 45 دقيقه 45 دقيقه عندك 1000 درهم ديال الكاشي و2000 درهم جاتك في الثالثه ديال الغرامه ديالك كيفاش يكون الاحساس ديالك انا شويه فقت مع الصباح مشيت حليت كونت فتحت كونت مزيان صيفط الوالده 1000 وبقات عندي 2000 كنعاود لك لا تجيني البكيه عادي انا كنت كاري في السطح صاحبي ساكن في السطح عندي بيت سادوغا بالخاميه ولكن بين فجأة وضحاها كتقول انا كنحط راسي صالير 45 دقيقه صالير اللي غنضرب عليه تماره ديال شهر وقال لي راه عجبتي الدراري وهذا واش تبغي تبقى انت في هذيك النمره انا راه عندي حوايج قلت له الله يرحم لك الوالدين دونك وليت كنمشي كنقرا كنجي كنعس كنفيق حتى 2:30 كنوجد راسي كنمشي لهذيك واش 3000 درهم كتجيك الليله ماشي هذيك الليله خديت 3000 درهم تخلص ب 1000 درهم كاشي والغرامه داكشي اللي طيح يعني كل نهار والرزق غادي يجيك نهار والرزق ديالك ماشي بحال انك بقى تسنى انا جايك حيت ملي بقيت كنغني تما لمده شي 15 يوم الغارديان اللي كان تما الغارديان اللي كان في هذاك البلاصه هو قال لي شوف وليد راه الناس كيبغيو ولاو كيبغيوك وهذا انا راه غنصيفطك غتمشي لواحد المحل غتقول لهم راه صيفطني فلان انا ديجا دويت مع الباترون غادي تخدم تما دونك هو لوفر الثاني جا فرت المحل الثاني ومشيت وانا دخلت تماك لقيت هذوك اللي فيادر في الباب قلت لهم راه بغيت نشوف فلان راه صيفطني فلان استهزاء غيبدا لا ما قالوا لي والو دخلت مشيت وصلت مع شي 10 تما الليل لقيت واحد السيد صلاح كنوجد له التحيه خدمت معاه مده طويله هو اللي مكلف موسيقى تما وهو العازف اللي كاين تما كان واحد السيد كيغني شويه ديال الطرب هو يقول لي عطيه الميكرو غنيت جلست قال لي شنو عندك من الوحده للجوج قلت له ما عندي والو قال لي سير جيب شي دوره ومع الوحده غادي تخدم صافي جيت خدمت تما بقيت بشوي من هذيك لا واحد كيصيفطني لواحد من هذه ولاو عندي سبعة نوامر في مراكش اش كيقولوا عليا مراكشيين انا ضربت 6 شهور ركبت على مرسيدس كيقولوا عليا العروبي ما كيمرض ما كيمنك وانا كنسمع هاد الهضره وما كتاثرش فيا بالعكس العروبي اللي جا من واحد المنطقه 6 شهور ضرب مرسيدس اولا بالمثال ديالنا من الحماره للطياره كيقولوا عليا العروبي كيبقى فيك الحال ما كيقولوا اش يقولوا عليا انا جاي من الرحامنه يقولوا عليا عروبي يقولوا اللي مفتخر باصلك مفتخر بلا كارير ديالك وانا ما في لاكارت ديالي ما عنديش وليد الرحماني شنو عندك في لاكارت وليد عندي وليد حيده ولكن النهار اللي بداو مشيت لمراكش بقاو تيقولوا كنت ديك الساعه جو بونس كنغني شويه بحال صناعجي بحال داودي كلها كيقول لي دير هاد تلقبت اللقب ديال الرحماني وليد رجا من الرحماني انا اختاريت ندير الرحماني ما بغيتش كنت كنرفض هما هاد لي زارتيست كلهم خداو الاسماء ديال المناطق منين اللي كينتميو لها انا بغيت ننزل السميه ديال المنطقه اللي انا كنتمي لها بقيت مصمم على انني ندير هذيك الرحماني واخا بزاف عارضوني فيها رجع لهاد البيريود ما تمشيش ما ننقزوهاش مراكش صعيبه والليل صعيب وانسان جاي من دوار الرحامنه باقي ما عارفش الدنيا كيفاش دايره في مراكش دخل كيخدم 7 نوامر يعني الفنان راه يقدر يضرب سنين ومنين يلا يوصل لهاد البيريود ديال 7 نوامر 8 نوامر في النهار انت وصلتي ليها شنو من الخطورات شنو من الروينه اللي كانت واقعه الوالد وانا حاس انه كانت الروينه كتكون طاريه لك تما وشوف كانوا روينه شوف مني كتبدا فواحد البلاصه انت ولكن ربي ما عارفاش باش مسكيه ولكن ربي فاش كيحبك يحبب فيك العباد ديالو والا يحبوك الناس دونك انا راه ماشي كانوا كيعيطوا لي الخدمه انا كنت كنمشي ندق ولا كنطلب الخدمه ولا عمر جامي انا ولد دابا ما عمرني انت كتعرفني مزيان اسود
حتى فاش دزت في الامور الإذاعة، كانت كتجي بك حتى فاش نهار بديت كندوز في الاذاعه الناس كيتصوروا معايا في الزنقه، باقي عمرني ندز في شي اذاعه وطنيه. ما عندي شين ديالي كيشوفوني الناس في هذيك لاشين ديالي كيتصوروا معايا كنعجبهم كنخدم. نهار اللي دزت في الاذاعات انا راه معروف عاد باش وليت كندوز في الاذاعات. كانوا عراقيل هما ديال كتلقى هذاك البوست اللي انت غتجي تغني فيه ديجا كان فيه واحد داريه بلاصتو. وانا ما جيتش باش ندير المشكل، وانا ديما مسالم، ما جيتش دائما كنحاول انني نتفادى ديك لدرجه. شنو اصعب حاجه كنت وقعت كنقول لك لهم في الطريق؟ الا شي واحد كيلح عليا باش نخدم شي بوست وكنعرف السيد اللي خدام فيه، كنت كنقول لهم جيبوا شي واحد يدوز شي سيمانه ولا هذا تيمشي هذاك خينا، وديك الساعه ما نسماش انا اللي جيت ديريكتهم. صافي بديت بحال هكا. شنو اصعب ظرف وقع لك في هذا البيريود اللي خربقك؟ شوف بالعكس انا ما تخربقتش فاش راه اللي كتخربقك هي قلت الشيء. انا تما كي بديت كنصوفي، بدات الحياه عندك كتقاد. انا بديت كنصوفي كنشوف راسي انا غندير لابارطومون ديالي، غندير الطوموبيل ديالي، وليت كنتهلا في والديا وفي خوتي. تهليتي في والديك؟ وباش نزيدك واحد اخر كان يحبس القرايه ما حبستهش، بقيتي كتقرا؟ وي حتى كملت وخديت الدبلوم ديالي. كيفاش كتخلط ما بين نهار القرايه وبين كنمشي كنقرا، انا كنقرا من 7 ل 1 النهار. كتنعس باش تفيق الليل؟ صافي كنفيق كنمشي ناكل. انا كنعرف الخدمه، ما كنعرف حتى شي حاجه اخرى. ولدابا راه انا عندي الخدمه شي حاجه مقدسه، وهذا بروبليم عندي في الحياه مع العائله ديالي صغير. ما تهضرش معايا في شي حاجه ملي نكون كونسونطي في خدمه ولا تجبد لي تقول لي علاش كتاخذ خدمه بزاف، حيت انا كنشوف الخدمه هي اللي رداتني راجل، هي اللي عطاتني هادشي اللي انا فيه دابا. من غير والديك شكون كان السند ديال الوالد في ذاك البيريود؟ وكان سيدي ربي ووالديا. والديا كانوا ناس اللي بسطاء ما قادرينش ما عارفينش النوع ديال هاد الولد اللي عندهم، خايفين عليه. انت اللي عندهم والد ولا كاين؟ انا هو الكبير في الدار، عندي خوتي تبارك الله، خوت وخواتات. والدي ما كانش ناس في واحد البيت، يعني رب الاسره خارج الاسره الصغيره ديالك، يعني وليتي رب الاسره خارج. دابا انت خرجتي عليهم، خاصك انت دابا الحمد لله، وكنفتخر بهذا الشيء. صيفطنا والدينا لاي ذاك المقام اللي اي واحد كيتسناه، بارين بهم، ساكنين معايا، صحابي. انا والديا صحابي، ما كنخبي عليهم والو، ما كنحشمش منهم، كنتناقشوا في كل شيء. والحمد لله عاطيني قيمتي وسط العائله، كيتشاوروا معايا في كل شيء، رغم الله يخليهم ليا ويخليهم تاج فوق راسي. باقي ساكنين في الرحامه الوالدين؟ بين الرحامه وكازا. ولكن الوالد حبسته النهار اللي سال سيدي ربي، حبست لي الخدمه. جالس معايا ديما في كازا، تحول لكازا، جالس معايا في كازا، هو اللي مقابلني، هو اللي كيرد لي البال كل صغيره وكبيره. اللي كيرد لك البال كل صغيره وكبيره. وليد حنا كنعرفوا هذا المجال خطير جدا، تقدر تتعرض لاي حاجه. عمرك تعرضتي للتسمم ولا شميتي انه كان غيكون شي حاجه؟ شميت، تعرضت، كنتعرض للمضايقات، ولكن كنقول ربي كبير. انا تعرضتي للتسمم؟ شوف خويا سهيل، اكثر حاجه تقدر تاثر فيك ما كتاثرش في هضره الناس. حسيتيني على شي خدمه خذها، تشيط عليكم شي حاجه وعطيوها ليا. ملي تسمع انسان بغاو يضروك في صحتك تمرض. توصلت الضرر انه اهديك في صحتك ونبقى نتفرج. كيفاش عرفتي انه تعرضتي للتسمم؟ ماشي بزاف المرات تزقلت اليوم، واللي مخليني شويه بعيد على هادشي هو انني انا بيتوتي وما عنديش صحاب. عندي شي واحد ولا جوج اللي قراب مني وكيكونوا معايا ديما، وانا يا اما تلقاني في لاصال يا اما في الدار. بيتوتي لواحد الدرجه انا ما كندير. ما بقاتش الثقه والد؟ ما بقاش الثقه. وعلاش ضريت بزاف، وبحكم جايب هذيك حسن النيه كان كيحسب ليا لا الناس اللي دايرين بيا لا لي زارتيست الاخرين كلهم صحابي سبونطاني مع كل شيء. ولكن انت لقيتي العكس؟ وليت كنلقى العكس، وكنسمع حوايج كيضروني وكيوقعوا لي لدرجه انا راه لا شتي سهيل، انا كاينين شي حوايج سمحت فيهم في الخدمه خليتهم باش تبقى هاني مع راحه البال. هاني راحه البال، واخا كيعيطوا لي كنقول لهم سمحوا لي. هذا هو السؤال اللي سولتك في الاول، واش راحه البال مهمه ولا باقيه ولا شوف ولا كنضربوا الشمس بالغربال؟ احنا في هذه الدنيا
ما كنعرفوش. انا جالس انا وياك دابا نقدر من هنا ما تعرفش شنو حنا راه غادي. دونك غنتحسدني ولا غتقلق حيت انا كنخدم في هذا المحل ولا كنخدم في هذا الفيستيفال وانت ما بقيتيش كتخدم فيه ولاو كتوليو كيشوفوني انا البلان ا وواحد اخرين هما البلان بي. نخليها لك. او لا كتجي كتلقى فنان فنى عمره كذا وداك كيجي واحد حنا ما غنسميوهش بانه كيطيح ولا كيطلع عليه. ما كاينش شي واحد كيطيح شي واحد. اسمعني شوف كتسالي واحد البيريود ديال واحد الفنان كيجي واحد الفنان اخر كما غتسالي ليه البيريود ديالو ولكن شوف على حسب الاستمراريه. الجديد اللي جدا والبالي لا تفرط فيه. ما كاين حتى شي واحد كيحيد. انا كنعطيك تفكير الناس ما كنعطيكش الواقع. هما كيفكروا بحال هكا. ما كاينش شي واحد كيحيد واحد. ولكن بينهم اللي كتسمع هذه كيقول لك هي اللي مرضه بزاف وهي اللي خلق العداوات وهي اللي كتخلق المشاكل وهي اللي كتخلي الناس ما يبقاوش يبغيو بعضياتهم ويولي يحسد ويولي البغض. وهذا ترى ما يمكنش يجي واحد يلا قال بسم الله يضرب كارير ديال واحد اللي ضارب 30 عام ولا 35 عام ديال هو كيعرفوه المغاربه. ترى اللي كيبغي يصغر من راسو ترى كل وبلاصتو. وليد الرحماني اللي ماشي خشاوه باغيين يخشوه في المشاكل صح. مالك مع عبد الله الداودي ومع بعض الفنانين عياو ما يخاصموكم ولكن انا حاس انه كاين بروبليم. انت كتخرج تقول بعض المرات بطيبه الكلام ديالك وهو كيخرج بعض المرات كيقول بطيبه الكلام ولكن في الكواليس كاينه شي حاجه كاينه شي قنبه مخربقه يا كيخربقوا فيها يا باغيين يخربقوها. بغيت اليوم بصراحه ودابا انا واقيلا جاوبت بزاف د المرات على هاد ولكن اليوم بغيت الجواب. انا دابا غنعاود نقول لك انا كوليد الرحماني ما عنديش مشكل مع حتى شي فنان. لا اللي بغيتي تقول هما اللي عندكم هما اللي خليني نوضح لك. لا اللي في جينيراسيون ديالي لا جينيراسيون اللي سابقاني انا كنحترم والدي ربوني على الاحترام وكتعلى العين حتى كتعلى وكيجي الحاجه فوق منا. دونك لي زارتيست اللي سابقيني كاملين لا حاجيب داودي صناجي بورغون لا الدوديه لا كاع اللي ما ذكرتهمش يسمحوا لي ما عنديش معاهم كنشوفهم فوق الراس وعمرني نهز فيهم العين. راه كاينين شي فنانه هما اللي جو بونس عندهم. الا سولتيني على الفنان الكبير عبد الله الداودي بغيت مره اخرى يسولوه هو حيت نهار اللي سولوه قال لهم انا ما كنشوفش هذا الشيء. انا هضرت وقلت هذاك استاذ كبير وعلى راسي وعينيا ولا شفتو شي نهار لا قالوا كاين مشكل بيني وبينه راه انا اللي غنكون قليل الاداب حيت غنركز على واحد سابقني. هو خرج قال لك انا كاع ما هو خرج قال لهم انا كاع ما كنشوف هذا الشيء اسطوب. دونك يسولوه هو اما انا جاوبت داكشي اللي في قلبي والله شاهد عليا ومعمرني شفت تتلاقاو ولا قليل. شحال هذا ما تلاقيناش باش نكون حيت انا ما بغيتش نتلاقى مع حتى شي حد. بغيت نخلي راسي في التقار. انا لا كنتلاقاو في الخدمه بعد المرات. شوف المغاربه راه كيفهموا مزيان. المغاربه الذكاء اللي كاين الناس اللي عندهم لي كومونتير والناس اللي عندهم هذاك ذكاء خطير جدا. المغاربه اذكياء واخا نعيون كيفهموا. المغاربه حبوني دخلوني لبيوتهم عطاوني قيمه في هذه البلاد. ما بغيتهمش يشوفوني كندير المشاكل ولا انا حيت ما بغيتش نمشي كما كيقولوا في الرجلين. اخويا اللي قال شي حاجه فمو بقات. وليد الرحماني بغا يصور طريف ديال الخبز يعيش راسو والديه والناس اللي قراب منه. انا راه عندي ايكيب فيها 20% كل واحد كيدي هذيك خبيزه كنجيبها كل واحد كيدي منها طريف. ما عنديش علاش غندخل معاك في مشاكل. وهذا خويا بغيتي الخدمه تتشيط عليكم وناخذ انا ديك الشيطه عليكم انا راضي بها غير تفاديا قال قلتي قال ما قلتي هذا الشيء. وربي شهد عليا الهضره اللي كنقول لك راه من قلبي انا ما كنتصنعش. وليد عمرك قطعتي رزق شي واحد؟ ما نقدرش والله ما نقدر. كتخاف من هاد الكلمه بزاف. عرفتي علاش كنخاف؟ حيت عندي وليدات وعندي وكما عاشوف سويله الا بغيتي تكون غادي في الحياه مزيان بغي داكشي اللي كتبغي لخوك بغي لراسك. انا راه يلاه قلت بسم الله وكيجيني الخدمه وكنكون عامر وكندوزها لديزارتيست. ديزارتيست فايتيني وسابقيني وراه اللي غيشوف هذا الفيديو ما غيعرف. وما نقدرش. وإلا سولتيني شكون تقول لنا نقول لك خويا خليني بعيد. هذا جوابي من اول ما بديت. خويا خليني بعيد. كاينين بزاف ديال لي مارك كلهم مزيانين
اختار انت اللي اللي غترتاح بغيتي اللي ليه. غترتاح ليه. صافي بزاف ديال السميات اللي عجباتك خذها. لقيتيني خاوي انا راه معاك وما كنتبدلش على الناس اللي قراب مني. جو بونس لو كاشي ديالي ولا شويه طالع حيت ما حدي كنزيد كيتزادوا لي شارج ديالي. نوقف على هاد النقطه. الكاشي ديالك ولا طالع بالنسبه للقيمه السوقيه ديال وليد الرحماني الان. انا ما نقولش شحال كتخدم لانه هذا بالنسبه لي سؤال بايخ وعيب انه الانسان يقول لي شحال كتخدم في انترفيو. المحيط اللي كاين فيه مثلا كاين على رؤوس اصابع الناس اللي كيخدموا الحفلات لي زيفينمون المواسم. انا واقيلا من لي زارتيست اللي كيخدم كلشي. كتشوف انه خلي هذوك اللي غايقول لك ما كنخدمش حتى الملاهي الليليه كنخدم فيهم ماشي مشكل. احنا جايين الملاهي الليليه. كتشوف انه القيمه السوقيه ديالك الان كفنان شعبي هي اغلى قيمه سوقيه كاينه في الفنانين الشعبيين. الفنانين الشعبيين الشباب الجينيراسيون ديالي ديالك. وي من الجينيراسيون اللي فايتيني كاينين دي زارتيست لا انا كنهضر على الجينيراسيون ديالك. ديالك. لا جينيراسيون ديالي الحمد لله انا الاول. وليد الرحماني جينيراسيون ديالو كاغلى كاشي. اوكي من مراكش نسافروا للدار البيضاء. غادي يطلع معايا لواحد اعلى برج نقولوا حنا التوين اللي حدانا هنا وغادي نطل ونعطيك كازابلانكا. خصك تعرف في كيفاش الليل. جيت الكاز. لا في الليل باش تلقبها فكر مزيان. هي الدار البيضاء ولكن بالليل كتولي كحله. جيتي من مراكش اللي كاين مراكش واحد المكان زعما سياحه زويونه مكان رائع جدا ولكن ما يقع في الليل فهو كيبقى في الليل. كيبقى في الليل. كازا شكلا اخر. تقاتلتي باش دير بلاصتك في كازا. كيفاش كان هاد نقول لك كيفاش جيت انايا من مراكش كازا. حتى انا عارف كاين اللي كومونتير انا جاي الرحامنا مراكش كازا لوروب. حنا جايين غادي نطلع. واي كلمه قلتها كاينين الناس عاشوا معايا هذه الفتره دونك الا كذبت غير في لي كومونتير هيديروا فيا ما بغاو. تفضل. انا فاجي مراكش كنت خدام في سبعه المحلات. واحد الوقيته بدا كلشي مراكش كيهضر عليا تقريبا في الشعبي وليت نمبر 1 في المحلات ديالي. كاين شي محلات عمرهم تغنى فيهم الشعبي كاين فيهم اصحاب الزيروات غنيت فيهم. سوايل كنتي كتلقاني مال 10 في شي بلاصه حقيره اسمح لي على هذا ماشي مشكل المصطلح ولكن ما ثلاثه كتلقاني في شي بلاصه كتقول كيفاش هذا كيغني هنا وكيغني حتى هنا. ولكن واحد ما خفتيش على هذه اللقطه ما خفتيش على الكارير ديالك يبدا يتهرس. كنشوفوك هنا في بلاصه منحطه وكنشوفوك عاوتاني في بلاصه كلاس. ديك الساعه ما عنديش كارير انا مغني عادي ديال الليل. زيد ديك الساعه هادشي في مراكش. هادشي مراكش كندوي لك على مراكش باقي ما كيعرفوني غير دوك كيفاش جيتي لكازا؟ كلمه. شنو هي كلمه نفسي هنا واحد جبد 50 درهم وانا كنغني مدها ليا ودرت فيها وما خديتهاش. احتقرك. حسيت بها نوع من الاحتقار. صاحبو نقز هو يقول له لا صاحبي الدري فنان. هو يقول له كان فنان كاع ما يغنين. والله شاهد عليه كتبت ميساج درت لي ترونسفير لهذوك المحلات كاملين اللي انا خدام فيهم. قلت لهم شوفوا شي حد اخر انا من اليوم ما بقيتش. جيت لكازا جلست عامين. هل هاد البادره درتيها حتى الحمد لله دخلتي وليتي مستقر طوموبيلات دار يعني ما جيتيش من لا جيت واقف على رجلي. جاي لكازا انا واقف على ماديا واقف على رجلي. دخلتي لكازا. جيت لكازا عامين وغادشي كورونا. عامين وانا كتقلب ماشي كنقلب. جيت لكازا راه كون بغيت نخدم بالليل بنفس الطريقه باش في مراكش ما غنزكاش. مي انا جبت معايا واحد لوبجيكتيف في راسي حيت انا ملي كنت في مراكش بديت كنسجل. خصك تدخل لطريقه بروفيسيونيل. كنجي انا ما ناعش وكنجي للاستوديو وكنسجل وكنرجع لمراكش وكنجي اللي غادي وكنرجع لمراكش ديك لا نافيت بيبي وكان على حساب الصحه ديالي والناس ديالي حيت ما خاصنيش نزابي الخدمه. دوزت جيت لكازا عامين جمعت ورايا لي ميزيسيان معروفين خدموا مع الاسماء الكبار ديال المغرب. تخيل سوي بلاتي ملي دخلتي لكازا ما خدمتي ما درتي حتى شي حاجه كنتي كتقلب على حاط لوبجيكتيف وكتقلب باش تبني الناس برافو عليك. وكتجيني خدمه في كازا كضرب بريكولات خفاف. لا بريكولات خفاف وهذوك البريكولات الخفاف تخيل كنت كناخذهم 7000 درهم 10000 درهم وانا كنجيب دي ميزيسيان خدموا مع الكبار د المغرب
في الصباح كنتيري باش كنكمل لي الدراري الخلاص. هذه عاديه، ولكن تخيل انت داخل، انت هو الرئيس ديال الفرقه، الناس في الحفله كيتصوروا مع هذوك لي ميزيسيان حيت معروفين، كيتسوق ليا حتى واحد. كنقول عادي، انا عارف راسي لاش باغي نوصل. انا حاط واحد لوبجيكتيف، انا حاط لوبجيكتيف وجايب هذوك الدراري باش يوصلوني ليه، حيت بوحدك ما تقدر دير والو. مي الا عندك اليوم غدا كتركز مع هذا كيخدم مزيان، كيخدم مزيان ماشي بوحدي، نكون بوحديتي واخا نكون مزيان ما غاديش بهذوك الدراري. خدمت، بدات السميه كدور في كازا، كيعيطوا لي بلا ما نقول لك هذاك الشيء ديال الليل. الو جيت تخدم معنا يوميا، كنقول له خويا خديتي قرار؟ لا بغي انا واخد جاي من هي واخد قرار، بغيتي دير لي سهره تحط سبيسيال لافيش ديالي، تقول الناس راه غيكون فلان، الا بغيتو تشوفوا اجيو نهار فلان. انت كتقول هكا وباقي اسمك كاع ما كاينش. صعيب شويه، صعيبه. ربي عطانا واحد القبول والكاريزما، عطانا واحد الكاريزما شويه سميه مني كدور. تخيل انت ما جيتي لكازا، لا بليباغ كندوي على كازا ولاو كيعرفوا كاين شي واحد جا سميتو وليد الرحمن، راه صوتو زوين، خصنا نكتشفو، خصنا نجيبو. انا فاش جيت لكازا، وانا كان عندي حوايج في راسي، حاط اهداف خاصك توصل لهم. من الحوايج اللي خلوني ندير سميتي وهذا شكلا كنت كنوقف على راسي انني نكون في احسن حله. من الحوايج اللي ما كانوش في الشعبي، المظهر، الحسانه، المظهر لا ديالي، لا لاكوب لا الفرقه اللي ورايا، لا كيفاش كنلبس، لا الالوان اللي كنختار نلبس ما كانوش كيزعموا عليهم. وكنت كنقول انا جيت باش واخا الشعبي غادي نديروا له الماكياج ونخليه حتى هو يولي حاضر في بزاف البلايص. وسويل انا ماشي انا اللي نقول لك هاد الهضره، انت ولد الدومين. شوف انا شهاده حق، انا عينت هادشي كيفاش الفرقه كتلبس وكيفاش كيكون بروتوكول، كيفاش انت كتحرص انك تمشي افخم بلايص ديال الحسانه والحوايج وكذا. وهذا هادشي انا كنت كنقولوا مورا ظهرك، وكنقولوا لاي فنان كيحرص على المظهر ديالو وعلى البروتوكول ديال الاستقبال ديالو، فغيعرف راسو انه غادي يوصل لواحد المرحله اللي كبيره بزاف. الحمد لله دابا كلهم كيلبسوا من الماريو اللي كنلبس منه. مؤخرا بدلت الماريو باش نكون عاوتاني ديفيرون. بعدوا مني انا، خليوني انا نبدلو، بعدوا مني انا بدلت الماريو. ملي نقول لك الماريو يعني فهمت المكان اللي كتلبس باش نلبس في بلاصه بشكل اخر. انا كنغني شعبي وكنلبس بشكل ديال كتبغي تلبس اونيك، شي حاجه ديال وليد الرحماني، وحدين ديال انماط اخرى، حيت ما يمكنش الشعبي نبقاو حنا ديما موستاج كوستيم كبير عليك صباط كبيره. خصنا نديفلوبي ونزيدو به الكت. حتى من الاعراس ديالك كل نهار اطلاله، كل ليله اطلاله. بيان سور. شوف عاوناتك هاد وي عاوناتني، حبوا المغاربه داكشي اللي درت. ونسميوه بواحد اللغه اخرى، انه الناس في هذا الوقت ولات كدي على المظاهر. شوف واخا تكون كتغني مزيان حتى الودن كتعشق ولا عين كتعشق. كيقول لك واحد المثال، زوق تبيع، ولكن ابار تزوق حتى العين كتعشق. الا غنشوف واحد بيان بيي قدامي جاي، غنولي باغي نسمع صوته كاع، ما نشوف فيه انا كاع، ولكن ما غنشوفوا في حله زوينه غنولي نشوف ونسمع. كيفاش كنتحركوا في لاسين هذاك الشيء ماشي كيجي، ربي اللي كيعطيه لك، وربي ملي كيعطيك شي حاجه راه ما يقلعها لك حتى شي واحد. راه بزاف بغاو يديروا بحال وليد الرحماني وما قدروش. راه كيفاش كنتحرك، ماشي كنقاد في الدار كنقول غندير هذه الخطوه وندير كتحس بهم باغيين يقلدوك، كتحس بهم باغيين يقلدوك. وي ماشي عيب، حتى انا راه قلدت في واحد الوقيته، انا قلدت، ولكن دير شي حاجه ديالك. شوف واحد الوقيته قلدت، مي الحمد لله دابا وصلت لدوك الناس اللي كنت جو بونس كنقلد فيهم ولاو كيقلدوا. شكون المثال الحي اللي كان دير وليد الرحماني في الفنانه؟ وكل واحد خديت منه شي حاجه، وهذا هو واقيلا باش كيمتاز. بديت كنحشم شويه، ما كنبغيش نهضر على راسي. هذا هو الميلونج اللي جبت انني. الا كتعجبك شي حاجه عند صناجي خديت منه شويه، كتعجبك عند داودي خديت منه شويه، عند حاجب خديت منه شويه، عند داوديه خديت منه شويه. كل واحد ستاتي ما خديتيش منه. مدرسه كبيره هذاك، راه لا باز كتجي من تما. غير باش كيعجبني ستاتي جا الرسول. لا لقيتيه تلقاه في الصيد ولا في الفيرما وبعيد على الروينه. كل واحد خديت منه شويه،
ودرت واحد الميلون سميتو وليد الرحمن ونجح هاد الميلون اللي دابا الحمد لله هذاك النمط اللي كندير انا وليتي كتسمعوا غير هو اللي كاين. ماشي عيب اليوم اسم وليد الرحماني كيتذكر في كباريات في كازابلانكا والنوع د الكباريات اللي كيتذكر فيهم حيت حبسنا انا ما عرفتش انا ما عرفتش انا الكباريات واش انا عارف انه الفنانين كلهم كيخدموا باش ما نبقاش نضرب. وانا علاش غنكذب على المغاربه نقول لهم ما كنخدموش باش ما غدا ولا ما غدا هذوك المغاربه راهم ما كيدخلوا يتفرجوا في هذاك. هذا هو المشكل. لا خويا بغيت نفهم انه علاش الفنان كيغني في كباري ملها ليلي وكيخرج يقول لك انا اللي كيغني في الملها الليلي لا وانا وكذا 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 وكذا. اليوم افتخري انه وليد الرحماني كيغني في ملها ليلي عادي. حتى انا شوف انا براسي عريان اي حاجه كنختار فين كنغني بيان سير. خدمت في لا هو انت نوعتي دابا وليتي كدار لك سهره خاصه كنختار فين كنغني ماشي نمره. وخدمت في هكا وهكا. دابا كنختار بلايص نقيين كيجيو لهم عائلات كنغني فيهم وبراسي مرفوع. لاش غنكذب على المغاربه نقول لهم حكا ما كنغنيش وانا كنلوح لي زافيش كنقول لهم نهار فلان فلان انا كاين هنا كنغني في سميتو مي في لي بروجي اللي عندي من هنا القدام. انا في صدد انني غنبدا ندير لا تورني ديالي دونك من هنا القدام جو بونس نقدر نحبس الليل ونبقى نخدم غير لي فيستيفال ولي مارياج. ولكن حاليا انا كنخدم و الا كاينه شي بلاصه اخرى كنغنيو فيها من غير هادشي في المغرب نمشيو نغنيو فيها وما نغنيوش. انا راه عندي بزاف ديال المصاريف الا ما جيتش نخدم بحال هكا راه ما غاديش نسدهم التقادم. وليد الرحماني اليوم استطاع انه يرسم الاسم ديالو في الساحه الفنيه المغربيه الشعبيه. شنو نظرك فنانه خرجت مؤخرا اللي هي الفنانه المغربيه نادية العروسي تهاجم برنامج مغربي شعبي بامتياز وتهاجم طاقم اللجنة نجاة عتابو السكاتي الدودية والأستاذ حاجب فتهاجمهم بشراسة. دخل الإعلامي رشيد شو قال شكون هادي جاوباتو قالت ليه شكون هادي ياك جبتيها في البرنامج وقع واحد الجدال. انت كفنان شعبي متفق مع نادية العروسي انه برنامج فاشل لجنة تحكيم فاشلة او لا عندك رأي اخر؟ انا الرأي ديالي نعطيك رأيي في ذاك البرنامج ما عندناش احسن من هذوك الناس اللي جالسين تما بغض النظر على مستواهم ولا كيفاش كيحضروا هما اللي كاينين. الا جينا نشوفوا من احسن ما كاين عندنا في الساحه الفنيه ديال الشعبي هما هذوك الناس اللي جالسين على ذوك الكراسي. بالنسبه للاصوات اللي دايزين بالنسبه للبرنامج ككل برنامج ناجح كنت كنتمنى كون جا شي 5 سنين هذه ولا 6 سنين كنت تدوز فيه كنت نكون اول واحد يشارك فيه لان انا كندوي على راسي كان خاصنا بحال هذاك هذا الاحساس اللي كنت كنحسو ملي كنت كنشوف الاستوديو دوزام وكنت كنشوف كان خاصنا ذاك البرنامج. كنت كنقول علاش ما يعطوناش حتى حنا فرصه وانا عارف ان كاينين دابا وحدين دراري زوينين جايين في الشعبي خاصهم فرصه واذا ما نديروش لهم برامج بحال هذا كيفاش غنعاونوهم؟ سورتو برنامج مخصص للشعب فقط. راه اول مره فكاين بعض الناس كيبغيو يركبوا على الموجه. انا غنجاوبها على حاجه وحده ما عندي ما كتربطني بها حتى حاجه ما كنعرفهاش مزيان. الراي يحترم باش نقول ما عندي معها حتى شي مشكل. سمعت كلمه قالت على الحمام يطير انا غنيتها الحمام يطير راه هو هذا شخصيا جالس هنايا والمغاربه يشهدوا على شنو سمعت؟ حتى انا قلت انا غنيت الحمام يطير اللي تلفتي وكيسمعوها كيقولوا ديالنا ديال العروسي. انا دخلت قلت ربما انا غلط. دخلت تما فين غنعرف ان دخلت قلبت لقيت شي فينا 200 كاوله وانا ضاربه عندي مارشي 10 المليون وهي كتقول لهم الحمام يطير غنيتها انا. المغاربه ولاو كيحبوها بيا ما فهمتش اذا انا سارقه دوك لي في ولا ما فهمت. انا هو الحمام يطير هو عبد ربو اللي جالس معكم خديتها باش نقول والارقام كتحكم. واليوم نقول لكم الحمام يطير منين جايه؟ هي جايه من اسفي من عند ولد الصوبه اللي كتسمعوا بولد الصوبه وغناتها واحد الفنانه اللي كتخدم معاه
سميتها فوزيه، وانا خديتها من تم وغنيتها. هذاك هو الاصل ديالها، الأصل من موراها هي عاودتي انت الدعم بطريقه المطير. كما دارت الفنان اسماء المنور، عاودت واحد الكوكتيل شعبي وي. يعني غير لا ولكن علاش كيحيو الناس كتبغي تركب على الموجه؟ كيحيو انا عمرني ما قلت. ما جاوبتيهاش. لا، اول مره غنهضر في هذا الموضوع هو هذا، هي هذه، واول مره غنهضر على البرنامج الشعبي اللي كنت بغيت نهضر عليه، غير كنت كنتسنى الفرصه. وانا ما عمرني غنيت، انا راه بزاف ديال الاغاني غنيتهم ديال الناس، ما عمرني جا سولني شي واحد وقلت له هذه راه ديالي نسبتها لراسي. كنقول ديال فلان خديتها ونجحات بيا انا فعلا. ونتحدى اي واحد يقول لي غنيت لي شي اغنيه بلا ما نعيط له. اللي دي حق حقه. نتحدى اي واحد يقول لك غنيت لي شي اغنيه بلا ما نعيط ليه وبلا ما نكتب كلمات والحان فلان. شكون الفنان اللي عيطتي ليه قلتي لي غنعاود الاغنيه ديالك قال لك لا اسمح لي؟ تكون عندك الجرأه اليوم. شكون الفنان؟ تكون الجرأه عندك اليوم. لا. شكون الفنان اللي عيطتي لي قلتي لي غادي نعاود الاغنيه ديالك بواحد الطريقه سي قال لك لا اسمح لي؟ شوف خاف انه لا ماشي ما كيقولش لك لا، كيقولوا لك لا راه ديال شركه حقوق النشر. المهم كيقولوا لك لا بطريقه غير مباشره. كيخافوا عاوتاني لا توصل شي واحد 10. وصلت لك اغنيه الحمام يطير 10 المليون. الحمام يطير شكون اللي قسى قلبه، بزاف ديال الاعمال الحمد لله. ترى شوف ربي ملي كيبغي يجيب لك ترى كتجيب سبيبه، لا بغات تمشي كتقطع سناسل. اول حاجه اللي قصرات المسافه على وليد الرحماني وخلات المغاربه يعرفوا شكون هو وليد الرحماني هي عداك وعداك. اش كانوا كيقولوا لي في الاول منهم اصدقاء اللي اتصلوا بيا وكيقول لي حيد دوك الفيديوهات حتى كتنبح. تخيل معايا مغربي ما عرفش التراث ديال بلادو كيجي كيكتب لي في كومونتير حتى كتنبح. هاو ماشي هاو سميتو الهيت، ما جبتوش من راسي. ربما هيت الغرباوي هذاك ما جبتوش من راسي انا. الا كتسب التراث ديال بلادك، ما عندك ما الا غتقول عليا كنبح. انا كنعاودو بطريقه الا كتقول انت انا كنبح اذا كتسب التراث ديال البلاد. انا راه ما جبتوش من راسي، انا مشيت بحثت في التراث ديال الغرباوه. راه عندك من زعير حتى العرايش كلهم هذا احنا عندنا السواكن في كازا كنطيحوا عليهم، هاد الناس كيطيحوا على هذا النمط ديال الهيت. وكيفاش غيجي واحد كيخدم معايا من قنيطره جاب معاه هذاك المقص، جاب معاه هذاك المقص، هزيت هذاك المقص وكنضحكوا كنقول ليه عداك وعداك تدان. تصور الفيديو ونعست فقط لقيت المغاربه كاملين كيقولوا عداك وعداك. تيك توك دابا وليت كندوز غادي في الشارع وكيبراكيني بنادم كيقول لي فينا وهو وعداك وعداك كل كيقلقنيش بهذاك المقص اللي بزاف قالوا لي هاو كينباح بهذاك الكاريزما بهذاك الشكل اللي شافوني. جلت العالم كامل وحبوني المغاربه كامل بهذيك الاغنيه، ولاو كاملين كيغنيو هذيك الاغنيه وكتطلب لهم وتا هما كيقولوا هاو. كتطلب لك في العراس من بين الشروط اللي كيكون هذه مطلوبه حاليا الهيت. رجع طاغي بواحد الشكل رهيب. حببتي الناس في الاغنيه. وي حيت المغاربه ملي كدير لهم شي حاجه، المغاربه ذواقه، ملي كدير شي حاجه اللي زوينه وليد الرحمن اصعب احساس شنو هو الغدر. هو تحس بنادم كياكل معك الخبز وكيغدرك، ولا تحس بنادم انت كتحبه وكتكليه بزاف ديال الاحترام ويغدرك. كاينين ياكلوا معك الطعام ويحضروا في ظهرك ويقولوا فيك حوايج ما فيكش وانت ما صرفتي فيهم غير الخير. كيبقى فيك الحال ملي كتشوف بحال هذا. كيبقى فيا الحال وما عمرني حمدتك يا ربي وشكرتك. عمرني مع نفسي قلت خصني نادي. ديما كنقول خلي خيري يغلب شرهم. كتعامل بالنيه ديالك الصافيه. كنتعامل بالنيه حيت رباوني والديا والنيه هو اللي كيربح في الاخر. وغنبقى نتعامل بها واخا ضريت باقي غادي بالنيه. الملجأ ديال الوليد في الحياه هو الله. كنرجع لله حيت من غيره ما كاين حتى شي حاجه. شي ملي كيكون ايمانك بالله قوي راه جو بونس ما عرفتش الناس كيفاش كيشوفوا لي زارتيست ولا كيشوفوا هذا كيغني ولا كيسحبوا واش بعيد. اللي كيخاف من الله ما كيقدر يدير حتى شي حاجه. راه كل بينك وبين مولاك انت وياه اللي عارفين هو اللي عارف اشنو كاين كيفاش كدير وكيفاش. راه داكشي اللي كنديرو جو بونس لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. الله. جو بونس دوك اللي كيسبقوا في الصفوف الاماميه كيديروا شي حوايج ما عرفتش غيقولوا الله غدا. الصداقه الصحبه اشوف الصحبه فيها وفيها. كاين اللي صاحبك تلفت ويهضر فيك
كاين اللي صاحبك دخلوا لدارك ويطاحنك الا من رحم رب. صعيب باش تلقى الصاحب في هذا الوقت، صعيب باش حيت تلقى كلمه الصاحب. صاحب كبيره. صاحب يعني شنو فيها معنى المصاحبة، الصاحب؟ المعنى ديالو فيها المصاحبة، فيها فيها ما كنبغيش نهضر وندخل الدين، لأن كنبغي نبقى راه صحبة الرسول شكون هما الناس اللي كانوا دايرين بيه واللي يوقفوا معاه واللي في الوقيته اللي كان محتاج. منهج هاد صاحبك هو كيكون في سندك، ولا شافك كتغلط. انا راه كنقول للدراري اللي خدامين معايا كاملين، كنقول لهم عافاكم الا شفتوا شي حاجه تبدلت فيا ولا شفتوني كنتصرف ماشي هو هذاك، ما نسمحش لكم الا ما قلتوا شي والد هادشي اللي كدير ما خدامش. تخليوني تشوفوني غادي درت الغلط وتخليوني غادي فيه. كنخاف اخي سهيل بزاف، كنخاف. كنقول انا دابا كنهضر معك سبونطاني وعارف واخا كنهضر معاك دابا ومن قلبي وكنهضر عادي، عارف نقدر نكون خرجت شي كلمه ولا مازال في هذا الحوار اللي كنديرو نخرج شي كلمه ويدوروها للجهه الاخرى وتفهم غلط والمغاربه يديروا عليا. كنخاف. شنو تقول للناس اصحاب تشويه السمعه، تبديل الكلام، وفاش كيتلاقاو معاك حبيبنا وليد الغزال وتكيعنقوا كيبوسوك تقول المهم ما كتبغينيش كيما كيبغيوني. كاينين هذاك انت وجه ويعطي لواحد اخر وجه يشوه سمعتك. عبارتك كاينين شي وحدين كياخذوا عليك، ما عمرو تلاقى معاك، ما عمرو شافك مباشره، شافك فيديو ولا بنتي له راكب على الطوموبيله مزيانه ولا كتعشى في شي بلاصه مزيانه ولا مسافر في بلاصه مزيانه، كياخذ عليك وكيولي يكتب مثلا عليك كومونتير عياقه وكذا. ما تحكمش عليا وانت ما كتعرفنيش. هذا طلب عاشرني ولا سول عليا الناس اللي قراب. ما تسولش على سيدي عاشرني قرب ليا المغاربه بعدا باش يعرفوا. وليد الرحماني هذاك الهبيل اللي كيشطاح تات فلسطين وكي الناس ديال الدار يقول لك راه ثقيل وكان تيليكوموند وتلفازه حشومي كيقولوا عليا راجل كبير. ما لا ماشي حشومي، غير ثقيل. انا كالم وكنبغي البلايص اللي خاويين، ما عنديش مع البلايص اللي فيهم طاجيش. ولكن شفتيني هاز الميكرو وكنغني وكيفاش كنتحرك كتقول هذا واقيلا. اخطر انواع البشر او اخطر صفات البشر هما المنافقين، اصحاب جوج وجوه. انا نقول لك اخي سهيل، كنبغيك نهضر معاك نجمع معاك، ماشي بالضروره نسول عليك كل نهار كل ساعه، ولكن في الداخل ديالي كنكلك واحد الحب وكنبغيك. ما عنديش معاك والله ما نافقك ولا نشوفك ونضحك لك في وجهك وانا الداخل ديالي كنقول شوف هاد البشر كي انت مع انك ما عجبتكش شي حاجه كتحطها في الشريف راه ما عجبتنيش هذه خويا سهيل، يا بدلها سهيل. ما عنديش معاك، كنبقى بيني وبينك الاحترام، ما تلاقينا السلام، ما نضحكش لك في وجهك ونقول لك راك صاحبي وانا ما عنديش معاك. وإلا هضرت معاك وكنسول فيك وهذا عرف بانك واحد من الناس اللي قراب. الغيره والحسد والسم، ثلاثه الحوايج مني كيكون شخصيتك ضعيفه فاش كيكونوا فيك هاد الحوايج هاد. عوض فاش نحسد سهيل حيت لابس هذيك لافيس زوينه نمشي نقلب على واحد احسن منه ولبسها باش هو يقول واو هذيك لافيس ديال الوالد واعره. عوض فاش نحسد والد حيت غنى في واحد البلاصه واو، ولا نخدم اللي كندير انا دابا. انا كان انفيستي في راسي. انا اليوم غيتحط ما عرفتش الحلقه واش امتى غتحط. المهم انا معاك دابا اليوم غتحط اغنيه مغامر فيها وعارفه انها مغامره. انفيستي فلوس، ايكيب اللي خدمت كيخدموا غير مع اسماء المنور، مع سعد المجرد، مع الحان ديال الكلمات ديال سمير المجاري، الحان ديال نبيل الحوري، توزيع ديال حمزه الغازي. هادو الناس اللي كيخدموا مع اساسي ذاك الفنانه اللي دائما كيخرجوا الاغاني طوندوس. درت فيديو كليب مدخل معايا فيه الفنان عبد الخالق فهيد. شفت واحد الاكستري عبر مواقع التواصل. ثلاثه الفنانه اللي وزن ثقيل في البلاد، والممثله ايضا زهور سليماني.
سميتها زهيرة صديق. وي. كنعتذر بعدا على ماشي مشكل، لا الانسان كيختلف في الاكنيات وخاسر فيه فلوس. تقاموا عليك الفنانين غاليين ولا تعاونوا معاك؟ لا هما تعاونوا معايا وانا كنحترمهم، ما نقدرش نبخس منه. فهمت؟ ما نقدرش نعيط لك سهيل، ولكن خدمه هكا سيدي. التعاون معايا غير تجي وتغامر معايا في واحد البروجي اللي باقي جديد وطريقه جديده. انا راه ما درتش الفيديو كليب على اساس راه دابا الاغنيه غتنزل غير تكلم عليها، حتى ربما حنا في شهر 2 غادي ننزلوا الحلقات ان شاء الله باذن الله. دابا انا ما درتش الاغنيه على اساس خصك تفرج فيديو كليب راه ضروري خصو يكون عنده بحال كتفرج فيلم قصير ومفتو كتسمع اغنيه. عندي احساس انك دخلتي الثقافه والتقاليد المغربيه والاصول العريقه دخلت داكشي اللي انا جاي منه، بلدي مودير. اغنيه عاودتي ولا ديالك؟ لا ديالي، كلمات سمير المجاري والالحان ديال نبيل الحوري وتوزيع ديال حمزه ستيل بحالاش من اغانيك اللي فاتوا؟ ما عمرني غنيت هذا الستيل، يعني مغاير. كنبغي كيف فنانين اخرين كيقيسوا شويه في الشعبي باش كيسرقوا لنا الجمهور ديال الشعبي، حتى انا كنحاول نخلق بين الشعبي وبين البوب باش انا نسيب لي واحد الجمهور اخر اللي ما كيعرفش راه كيدق شويه. خصني نوسع القاعده الجماهيريه ديالي، ما يمكنش نبقى مقتصر غير على جر واحد الفئه اخرى. وي يعرفوا كاين واحد الوليد سميتو وليد الرحمن. الصوت المغربي، فاش كنقول الصوت المغربي راه كنقول عنده بزاف المزايا، ولكن كنشوفوا الساحه الفنيه الان شله اصوات وشله مؤدين وكيتحاربوا مع اصوات اللي اصيله. وشوف قد شوف خليني نجيك من الاخر، انا ضرب معك باللغه ديال البلاد. كل زرع وعنده كيالو، ولكن ما قلت لك قبيله المغاربه ذواقه، ما غيطولوش المؤديين واللي شوف ماشي ما يطولش، راه كاينين مؤديين وناجحين باش وكاين اللي اصوات خطيره ما باينينش ولا ما مطلوبينش بزاف في الساحه الفنيه. شنو المشكل؟ الله اعلم، ربما كتكون الشخصيه ديال الانسان ما كتعاونوش، حيت الصوت بوحدو ما كيوصلش. باش نكون نرجعوا للنقطه الاولى ديالنا، البريستيج والحفاظ والكاريزما والحضور كيلعبوا دور كبير على الفنان، كيلعبوا دور كبير، والاخلاق. شوف الفم اللي غيقول زعما يقول هادو اللي طافيين ما عندوش اخلاق. لا لا تقول لا لا صويب. لا ماشي ما عندوش اخلاق، حاجه ما قلتش هكا، ولكن علاش طافيين الله اعلم. علاش طافيين جو بونس تقدر تعيط ليه انت سهيل دير معاه مع 12 ما يجيك حتى ل5. هذا مشكل، المره الجايه ما غتعيطش. دور مهم من الوقت والكلمه تقدر تكون ما عندوش كلمه، قدر بزاف د الحوايج، قدر كيهضر في الناس، راه كيقول لك الفم المسدود ما كتدخلوا دبانه، سير جنب الحيط، كون عندك الكلمه، غني وسير كبر من الناس اللي كيكبروا بك، خدم خدمتك، سير في حالاتك، غتكون محبوب عند الناس، كتقطع الرزق ديال الناس، كتهضر في الناس، ما غتمشيش مزيان، حيت غيعيق بك الاول الثاني الثالث وغتريح. كاين اللي كيقول لك مثلا وليد الرحماني في ظرف وجيز قدر لا ماشي في ظرف وجيز استاذ، راه ضرب تماره، راه كنغني وانا عندي 7 سنين ودابا عندي 31 عام. شوف شحال ديال المده اللي قطع وليد الرحماني باش يعرفوا المغاربه، وراه باقي انا كنشوف راسي ما كيعرفني حد لحد الساعه. ماشي هذا هو النجاح اللي انا راسمه، باقي كنطمح بزاف ديال الحوايج وباغي نوصل لبزاف ديال الحوايج، ودائما كنشوف راسي ما وصلت لوالو، راه باقي وفعلا باقي ما وصلت لوالو، راه باقي وليد هو والد. شنو الامنيه اللي باقي؟ جو بونس ماديا ولا شكلا تغيرت، من لوفو ديالي باقي وليد الرحماني اللي كان في الرحامنه، مشى لمراكش وجا لكازا عادي، كنمشي للسويقه، كنمشي للسوق، كنتلاقى مع الناس، كنمشي نلعب كره. ناخذ من الكلمه ديالك تغيرتي، على من تغيرتي يا وليد؟ على حتى واحد في الحياه ديالك بصفه عامه. كنتغير على حتى شي واحد الا الناس اللي ضروني، حتى اللي ضروني ما كناديهمش، كنعطيهم اتساع، كنحطهم وسط البلاصه خلقي. الله يسهل عليكم. انا شوف انا مسالم لواحد الدرجه ما كتصورش. هذا ماشي كنقول لك انا ضعيف الشخصيه ولا ما باغي نمشي. راه المش ولا المشه اللي جيتي دير ليها غطير فيك. كترجع للرحامنه
كتحاول جميع المناسبات والاعياد وهذا كندوزهم في الرحامنه. الحنين ديالي كنلقى راحتي في الرحامنه، واللي كينسى اصله ما فيش الخير. ما فيش الخير. وليد الرحماني اللي عشنا تجربه زوينه وخطيره، انا شخصيا عشناها مع وليد الرحماني وشكون وبعض الفنانين والاعلاميين اللي رافقونا، وكانوا زلزال الحوز اللي فاجعه اللي ما عمرنا غنساوها. مشينا من الساعات الاولى مع القوات المسلحه الملكيه وحنا غاديين الطريق، وما شاء الله الكم الهائل اللي بعد صاحب الجلاله الملك محمد السادس خلال هذيك الليله. فتجربه زوينه بزاف وليد. شوف خصك، انا بعدا كنشكرك لانك اول واحد اتصلت به، وكنا حنا الاولين اول وحدين غيمشيو وباقي ما مشى حتى شي واحد. اول واحد حوايجي صافي التميم انا اصلا فقت من الناس. انا في الليل انا كان عندي فيستيفال ديال شيشاوه في الليل، صيفطوا لينا بان اساسا ما غاتكونش الحفله، ما يمكنش البلاد فيها فاجعه وحنا شيشاوه براسها هذيك الساعه ما عارفين شيشاوه واش واقع فيها. شي ما عارفش كيسحب ليا بحال كازا. انا فقت دخلت كنلقى فقت في الصباح كنشرب قهوه ديالي، لقيت الانستغرام كله انتابني داك الشعور ديال انا بغيت نمشي نعاون هاد الناس. هز التليفون فراسك طلعتي لي انت في الانستغرام سبحان الله. كنتي واقيلا قلتي على الاتصال مقطوع ولا شي حاجه. كنت هضرنا على شركه اتصال بدون اتصال ماشي انا قلت لك وانت اصلا دويتي على ان الريزو ما كاينش تما، وانا نعيط لك قلت لك سهيل واش نمشيو؟ قلتي لي نمشيو. توكلوا على الله. قلتي لي امتى؟ قلت لك دابا. قلتي لي ويلي تلاقينا في طوموبيلتي حطيتها حدا دارهم تلاقينا حدا داك السوبر فين غنتقداو. تقدينا المسائل داكشي اللي قسم الله. مشينا وصلنا في اوقات متاخره 3 الليل وصلنا تما. عرفتوا على تجربه عشنا. شوف حنا غاديين الحجر تيطيح علينا بالطوموبيل كنا كنقول لي رجعوني الله يحفظكم الوالدين. وغادي نوصل من الواد حيت الطريق مقطوعه. وصلنا لواحد النقطه اللي ما عرفتي شنو النقطه ديال صافي هنا غتوقف التراكس اللي غيحفر واقف مورانا، يعني ما عندكش فين غادي تمشي. فهبط وليد الرحماني بالسياره كانت من نوع بلا ما نذكروا الاسم النوع وسط الواد، لانه هو الحل النوع الفاخر من الفعل الفاخر وليد الواد حيت انا اللي كنديروا الحاجه ماشي اللي كنديروا الحاجه ماشي اللي كديرها. وهبطنا لواحد البيست والحجر وما عرفني ديك الواد واش يفيض واش يحمل. وشوف احنا وسط الواد يعني جبل وجبل، يعني غادي يجي الواد غادي يديك. بقات التجربه اللي كنفتخر بها وما ندمتش حيت درت داكشي. ولكن اللقطه اللي بكينا فيها وليد هي فاش تمينا وصلنا لواحد الدوار اللي وصلنا للبلافون ديال هذاك الدوار اللي طاحوا الديور كاملين والجماعه. عرفوا فين كان داك المسجد اللي كان داك المسجد وحنا واقفين تجاو عندنا الناس كيبكيو كيغوتوا باغيين يعتقوهم هذاك الدوار نازلين كيقولوا لنا راه واقفين قدام الجثث لتحت. كاينين الناس لتحت. تخيل معايا انا دابا تبغي تعاونهم كاع انا وانا نشمو ما باليدي حيله ما داك الشيء. شوف خلينا نفوتوا هذا ما كنبغيوش نذكروا. ضحكنا تكلمنا على بزاف الامور ليكسبيريونس دازت واعره و زعما من الحوايج اللي درتهم وعمرني ندمت عليهم. فعلا التجربه اللي كتبقى زوينه بزاف. كنشكروك كفنان كاعلاميين الناس كاملين الفنانه النجوم اللي حضروا كانوا السند ديال بلادهم في ذاك الوقت. فهنا فاش نقولوا البلاد عطاتك ولكن انت عطيتيها. راه بلادنا اللي كتعطينا حنا راه ما درنا والو. راه غا مشينا تعاوننا مع كمواطنين ديالنا بالروح المواطنه اللي عطانا سيدي ربي واللي ربوا فينا والدينا. شفنا داك الشيء ومشينا باش نموتيفيو وحدين اخرين حيت بسببنا حنا وبسبب الفنانين اخرين ولا المؤثرين رجعت شويه الحياه والضحكه. لا خلي الضحكه باش تموتيفاو ناس اخرين. وقع داك الشيء فعلا حيت كل ما زعمت شي واحد من الاول مشى ما غاديش يحفز. ما غاديش. حنا درنا داك الشيء باش نموتيفيو وحدين اخرين يديروه. برافو عليك وليد. كلمه اخيره كي جاك البرنامج الحوار الديكور الاعلامي اللي قدامك ستاف كاميرات لك الكلمه. وليد الرحماني جيت سعيد انني تواجدت اليوم في هذه الميسيون هذه. نتمنى ان الى خرجت شي حاجه بغير قصد حيت والله حتى كنت كنهضر معكم من قلبي يتجاوزوا علينا المغاربه. شكرا سهيل اللي قبل ما تكون اعلامي انت صديق ديالي من باقيين كيعرفوني غير والديا. مرحبا. شكرا ليكيب
كاملين على تعبناو معنا وواقفين على باش يعطيو للمغاربه واحد الصوره ويعطيوهم شي حاجه اللي زوينه اللي يتفرجوا فيها. وهذا الشيء اللي كاين، ووليد الرحماني المغاربه اللي داروا بكم باش غنستمر. اذا وليد الرحماني كان معنا بواحد العفويه بواحد الطلاقه في هذا الحوار ديالنا. مشاهدينا نتلاقاو في حلقه جديده، دمتم في امان الله، الى اللقاء.